السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة رابعة؟ ان شاء الله بإذن الله هنشرح النهاردة مراجعة وهنحل امتحانات مع بعض. اول سؤال معايا بيقول القيمة المكانية للرقم 3، واحنا كنا متفقين واحنا بنشرح ان القيمة المكانية بالآحاد. يعني ايه بالآحاد؟ يعني بقول آحاد، عشرات، مئات، ألوف، عشرات الألوف. يبقى القيمة المكانية للرقم 3 كام؟ عشرات الألوف. يبقى برجع وبختار عشرات الألوف. المليار هو أصغر عدد مكون من كام رقم؟ المليار كان 9 اصفار زائد واحد، يبقوا 10 أرقام. يبقى المليار أصغر عدد مكون من 10 أرقام. أصغر عدد أولي هو الأعداد الأولية كانت 2 3 5 7 11. يمس أول رقم قلنا الاتنين، يبقى أصغر عدد أولي هو الاتنين. 652، وهنا 652، هنا ضرب 4 وهنا ضرب 5. طيب يا مس 652 هنا ثابتة وهنا ثابتة. طيب أضرب في 4 أكبر ولا أضرب في 5 أكبر؟ لا يا مس أضرب في 5 أكبر. إنما لو القسمة بتبقى العكس. متوازي الأضلاع الذي جميع أضلاعه متساوية في الطول. مس اللي جميع أضلاعه متساوية في الطول احنا خدنا المربع والمعين. لا، عشان نبقى متفقين يا سنة رابعة، قلنا المربع أضلاعه متساوية وزواياه قوائم. ما ينفعش يجي في حاجة واحدة، لازم يبقى يجي الاتنين. يبقى يا مس مش هختار المربع وهختار المعين. بيقول لي ميم ميم ألف للعددين 3 و6. يعني ايه ميم ميم ألف للعددين 3 و6؟ يعني المضاعف المشترك الأصغر للعددين 3 و6. يعني يا مس بحلل التلاتة 3 في 1 والستة 2 في 3. طيب يبقى مين فيهم المضاعف؟ المضاعف يا مس هيبقى الكبير اللي هو هيبقى الستة. المبلغ 400,000,000 جنيه يكتب بالارقام. اتفقنا يا سنة رابعة ان انا عشان اكتب ال400,000,000 وما اتلخبطش فيها ومش محتاجة احفظها، انا هكتب المليون كامل. والمليون ده كان واحد وقدامه 6 صفار. كان واحد قدامه كام صفر؟ 6 صفار واحنا حافظينه. المية الاخيرة اللي هي الجنيه هشطبها وهتبقى خليها ربع، لان هو طالب معايا ربع، فهخليها ربع يعني 25. يبقى 25 وقدامها كام صفر؟ وقدامها 4 اصفار ومن غير حفظ، اللي هي بتتقرأ ايه؟ بتتقرأ 250,000 جنيه. طيب المثلث الذي أطوال أضلاعه 6 و4 و6. يا مس ده 6 و4 و6 يعني في اتنين قد بعض، يعني مش مختلف، بس برضو مش متساوي، لأن هو في اتنين بس قد بعض، هيبقى متساوي الساقين. هيبقى مثلث متساوي الساقين. ليه متساوي الساقين يا سنة رابعة؟ علشان فيه اتنين قد بعض. طيب تمام. إذا كان محيط مثلث متساوي الأضلاع 12 سنتي. مس احنا اتفقنا ان المحيط كبير، وهو طالب الضلع اللي هو الصغير. ويا مس الصغير دايما بيقسم. الصغير دايما بيقسم. طول الضلع صغير، فاحنا متفقين في الشرح يا سنة رابعة ان الصغير دايما بيقسم. طب المثلث فيه كام ضلع؟ فيه 3 أضلاع، يبقى 12 على التلاتة يبقى هتساوي 4 يا مس. 7070 على ال35. كله بيقول 70 في 2 ب35، و70 في 2 ب35، وبتتلخبطوا وبتاخدوا 22. احنا متفقين يا سنة رابعة ونركز قوي مع بعض. 7 على 35 ما ينفعش، يبقى فيها الصفر. 70 على 35 فيها الاتنين. طيب هنرجع ناخد 7 على 35. ما ينفعش، وما ينفعش في القسمة، يبقى لازم احط صفر. واوعى تنسى الصفر اللي في النص. هجيب ال70 عشان خاطر السبعة ما نفعتش، هتبقى 202، فالإجابة هتبقى 202. مجموع قياسات زوايا مثلث قلنا مفيش امتحان بيخلى منها، هي 180 درجة. مين العدد اللي بيقبل الاسم على الاتنين والتلاتة؟ مس انت قلتي 2 و3، قلت لنا يبقى دايما هات كأنه بيقولك عايز عدد يقبل الاسم على الست. يعني ايه عدد يقبل الاسم على الستة؟ يعني عدد موجود في جدول ضرب الستة. 6 في 1 ب6. بعد الستة يعني هجيب مضاعفات الستة، يعني 6 12 18. مس انا لقيت ال18، اختار ال18. عين ميم ألف للعددين 2 و4. يعني ايه العامل للعددين 2 و4؟ يعني ايه أصغر عدد الاتنين والأربعة بيقبلوا الاسم عليه؟ مين يا مس اللي بيقبلوا الاسم عليه؟ الاتنين.
احنا هنا متفقين 5 تسعات وواحد هتطلع 5 اصفار وواحد، عشان 9 زائد 1 صفر ومعايا الواحد، 9 زائد 1 صفر ومعايا الواحد، 9 زائد 1 صفر ومعايا الواحد. هفضل اعمل كده 5 مرات، يبقوا 5 اصفار والواحد ينزل، يبقوا 100 ألف يا مس. قياس أي زاوية في المربع، اتفقنا إن المربع والمستطيل زواياهم قائمة. يعني إيه زاوية قايمة يا مس؟ يعني قياس الزاوية ب90 درجة. يعني قياس الزاوية بكام؟ ب90 درجة. 15 ديسي عايزة أحولها للسنتي، هو الديسي الكبير ولا السنتي الكبير؟ لا يا مس الديسي الكبير. طب الكبير يا سنة رابعة دايما بيعمل ايه؟ زي ما كنا بنقول ماما في البيت اما بعمل حاجة غلط بتضربني، فالكبير دايما بيضرب. طب بين الديسي والسنتي كام؟ متفقين يا مس ان الديسي ورا السنتي على طول، يعني بينهم 10. يعني ايه بضرب في 10 يا سنة رابعة؟ يعني بنزل صفر وبعدين 15 في واحد ب15، فالإجابة هتبقى 150. طيب بيقول لي 71,435,125. مس أنا بكتب الأرقام من ورا، آدي بيت المليون في 71. طيب خلصت بيت المليون هتدخل على مين؟ هدخل على بيت الألف، فيه 435. طيب قبل ما بتسيب بيت الألف بتتأكد من ايه يا سنة رابعة؟ قبل ما بسيب بيت الألف بتأكد ان انا كتبت 3 أرقام. تعالوا كده نتأكد، 1 2 3. طب يا مس لو ما كانوش 3؟ قلنا بحط صفر على الشمال، لان الصفر على الشمال ملهوش لازمة، بس هم هنا 3 مش هحط اي حاجة. هدخل للبيت اللي ملوش اسم، فهكتب 125. قبل ما اسيب الرقم لازم هتأكد ان كتبت في البيت 3 أرقام. ايوه يا مس كتبت في البيت 3 أرقام، 1 2 3، يبقى خلاص انا كده كتبت تمام. 25 السؤال اللي بعده، 25 في 7 في 4. المس قالت لي اول ما يجيلك 3 أرقام مضروبين في بعض دور على الجدول السحري اللي احنا حافظينه. مين الجدول السحري يا مس؟ ال25 بتحب الاربعة. طب 25 في 4 بكام يا سنة رابعة؟ يا مس احنا حافظينها زي اسمنا ب100، والمية فيها صفرين والسبعة تنزل. طيب تمام، تعالوا كده نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده يا مس بيقول 6,254,117 بيساوي الرقم ده. طب تعالوا كده يا سنة رابعة نشوف مين اللي ناقص. مس الأرقام دي كلها هي الأرقام دي كلها، مين اللي ناقص؟ الستة. ينفع الكلام ده يا سنة رابعة؟ لا يا مس ما ينفعش، ما ينفعش اخد الستة من طابور الارقام من غير ما استأذن من كل الارقام. هتستأذن من كام رقم؟ هستأذن يا مس من 6 أرقام، يبقى لازم انزل 6 أصفار. المضاعف المشترك لجميع الأعداد، قلت لك أول ما تقول مضاعف لازم تبدأ بكلمة صفر، فالصفر هو المضاعف المشترك لجميع الأعداد. إنما لو قالك عامل يبقى الواحد. طيب العدد الذي عوامله الأولية 2 و5 و7. يا مس 2 في 5 ب10، 10 في 7 ب70. طيب تمام، يبقى العدد اللي عوامله الأولية 2 و5 و7 70. إذا كان بعد المستطيل 3 و8 فإن مساحته، بس المساحة بتساوي الطول في العرض. يبقى يا مس 3 في 8 يبقى ب24. طب لو قلتلك محيطه، يا مس المحيط كان الطول زائد العرض في 2. يبقى يا مس لو قلتيلي المحيط هقول 3 زائد 8 في 2، انما لو قلتيلي المساحة هضربهم في بعض. مسألة طرح، المس قالت دايما دايما في مسائل الجمع ومسائل الطرح اكتب الارقام فوق بعضيها ووسعها. اكتب الارقام فوق بعضيها ووسعها علشان ما نغلطش. يبقى يا مس هكتب كده وهوسع الارقام وتحتيها رقم تحت رقم، رقم تحت رقم بالظبط. ال4 تحت ال5، ال2 تحت ال3. 5 5 0 8 8. ودي يا مس مسألة طرح عشان ناقص وابدأ اطرح. 5 - 4 2، 3 - 1 - 2 1. 5 - 4 معلش 1. 3 - 2 1. 7 - 5 2. 6 - 5 1. 0 - 0 هو الصفر. 8 - 8 0. 9 - 8 1. تبقى الإجابة يا مس هروح على النقط واكتب الإجابة بتاعتي.
تبقى الإجابة 100,211. طيب السؤال اللي بعده، فندق يحتوي على 180 غرفة موزعة. موزعة، قلت ماما بتوزع علينا حاجة، يعني بتقسم علينا حاجة. يعني ايه يا مس؟ يعني كلمة موزعة كأنها مقسمة، فبقسم. هنقسم على كام يا مس؟ هقسم على ال15. طيب اسمة رقمين تبقى يا مس اسمة مطولة، يعني حرف الكاف. هكتب 180 هنا وهكتب ال15 هنا. طب بعدين يا سنة رابعة يا مس باخد شرطة كده على الهامش، وبنكتب جدول الضرب. 15 في 1 ب15، 15 في 2 ب30. بكتب جدول الضرب عشان يساعدني على حل القسمة. طيب يا مس كتبت، نقول 1 على 15. ما ينفعش، ما ينفعش ليه؟ عشان أقل رقم في الجدول يا مس 15، ما ينفعش دي، بحط مكانها صفر. هروح أجيب مين؟ هروح أجيب التمانية تساعد الواحد. 18 على 15 مس بدور عليها في نتائج الجدول، أو رقم أقل منه. ما لقيتهاش في النتائج، بس لقيت رقم أقل منه اللي هو مين؟ اللي هو ال15. خد ال15 اكتبها تحت، واوعى تنسى الرقم الصغير لازم يتكتب فوق. وبعدين بطرح 8 ناقص 5. مس انا بطرح من 180 ولا من 18؟ انت كنت بتدور على مين؟ كنت بدور على ال 18 يا مس، يبقى اطرح من ال 18. 8 ناقص 5 3، 1 ناقص 1 صفر، والصفر اللي على الشمال ملهوش لازمة. نزل اللي عليه الدور اللي هو الصفر. دور على ال30 في الجدول او رقم اقل منه. لقيت ال30 يا مس؟ لقيت ال30، ايوه خدها اكتبها تحتيه، واوعى تنسى الرقم الصغير بيتكتب فوق. طيب يبقى 30 ناقص 30 بيساوي صفر. هنا بقى فيه صفار، وهنا الارقام كلها خلصت. تبقى مسألة القسمة بتاعتي خلصت، والاجابة بتاعتي 12. 12 ايه؟ مش هو سألني عن عدد الطوابق؟ يبقى 12 طابق. يبقى 12 مين؟ 12 طابق. طيب تمام. هنا يا مس بيقول لي مربع طول ضلعه 5، اوجد محيطه ومساحته. محيط المربع كنا حافظينه، بنقول ايه؟ طول الضلع في 4، ودي طول الضلع يا مس 5 وفي 4، يبقى بيساوي 20. هسيبها 20 كده يا سنة رابعة؟ لا يا مس، انت قلتي المحيط طول يعني أطول، والأطوال بقيسها بالسنتي. طيب المساحة، المساحة يا مس كانت طول الضلع في نفسه، وادي طول الضلع يا مس عندي ب5 في نفسه، اللي هي في نفس ال5 هتديني 25. 25 ايه سنة رابعة؟ مس المساحة بالسنتيمتر المربع. اخر درس خدناه في المنهج كنا بنقول ان احنا بنقيس المساحة بالسنتيمتر المربع. طيب اخر سؤال في الامتحان بيقول لي ارسم المثلث س ص ع الذي فيه س ص ب5 سنتي، وقياس زاوية س بيساوي صاد بيساوي 45. مس انا برسم ازاي؟ احنا متفقين يا سنة رابعة ان انا برسم اول حاجة لازم ارسم بالمسطرة. اول حاجة لازم ارسم بايه؟ بالمسطرة. فبجيب المسطرة بتاعتي يا سنة رابعة، وهو قايل لي 5 سنتي. قايل لي كام يا مس؟ قايل لي 5 سنتي. يبقى يا مس هجيب المسطرة، ومن اول الصفر لحد ال5 وهجر خط. معلش ثواني. يبقى هجيب المسطرة، ومن أول الصفر لحد ال5 بجر خط. وخلي بالك الخط لازم يبقى مستقيم. الخط لازم يبقى ايه يا سنة رابعة؟ يبقى مستقيم. يبقى من الصفر لحد ال5 يا مس وهجر. يبقى كده يا مس أنا رسمت 5 سنتي اللي هو من الصفر لحد ال5. طيب تمام. بعد ما بجيب المسطرة لازم امسك ايه يا سنة رابعة؟ لازم يا مس همسك المنقلة. همسك المنقلة ازاي؟ انت قلتي يا مس عايزة على السين، اللي هي دي السين ودي الصاد، ونرسم 5 سنتي. اتفقنا ازاي؟ اتفقنا ان مركز المنقلة لازم يبقى واقف على السين، والصفر عند، والصفر على الخط، والصفر على الخط. طيب انا وقفت على السين يا سنة رابعة، لازم اعد من عندي مين؟ لازم اعد من عند الصاد من الناحية دي. ادي صفر
10 20 30 40. مثل ال40 بين ال40 وال50، فهاجي واحط، هاجي بالقلم بتاعي واعلم على ال45. هعلم علامة على ال45 شكرا للمنقلة. هشيل المنقلة واجيب المسطرة بتاعتي وهوصل بال45. فين المسطرة؟ ادي المسطرة. هنحط المسطرة ازاي؟ لازم اثبت المسطرة معايا. شايفين؟ بفضل احرك في المسطرة لحد ما اوصل الخط ده باخر الخط بتاعي. طيب بنجيب القلم يا مس ونوصل ده بده. طيب خلاص يا مس، رسمنا السين، يبقى باقي معايا الصاد. قالك اقف على الصاد وكام يا مس؟ السين كانت بتساوي الصاد كل واحدة فيهم كانت ب45. السين كانت بتساوي الصاد كل واحدة فيهم كانت بكام؟ كانت ب45 برضو يا مس. مركز المنقلة لازم يبقى واقف على الصاد والصفر على الخط، وهعد من الصفر لحد ال40. انا واقفة على الصاد يبقى لازم اعد من الناحية التانية. 0 10 20 30 40 45. يبقى يا مس هعلم علامة على ال45 وهشيل المنقلة وهوصل الخط بالمسطرة. وهوصل الخط بايه؟ بالمسطرة. هجيب يا مس المسطرة بتاعتي، لازم تبقى المسطرة على الصاد والجنب التاني بتاع المسطرة على الخط اللي انا معلمه. لو الخط معوج معايا سنة رابعة الخط لازم يبقى معاك ثابت، بس انا علشان اوريك برسم ازاي. خطك لازم يبقى خط مستقيم. الخط بتاعك لازم يبقى ايه؟ لازم يبقى خط مستقيم. طيب يا مس يبقى هجيب القلم وهوصل بالمسطرة. شكرا، المثلث بتاعي يا مس اترسم. كده يا مس انا رسمت المثلث ده ب5 سنتي، ده كده كان ب5 سنتي، وده كان اسمه س، وده كان اسمه صاد، والمثلث بتاعي اسمه س صاد عين. ادي السين صاد عين مس دي كانت ب45 درجة، ودي كانت ب45 درجة. انا قايسهم كده. طيب هقولك هات الزاوية التالتة. والله يا مس حضرتك قايلالي انت عشان تجيبي الزاوية التالتة لازم تقول 45 زائد 45، فاما اجمعهم يا مس هيطلعوا معايا ب90 درجة. مس الزاوية دي والزاوية دي ب90، طب الزاوية التالتة تبقى بكام؟ 180 ناقص ال90، ناقص ال90 درجة، فهيديني كام؟ صفر ناقص صفر هو الصفر. 8 ناقص 9 ما ينفعش، 18 ناقص 9 90. مس دي هتبقى 90. ايه ده يا مس انت عندك زاوية 90؟ ايوه، يعني المثلث بتاعك ده قائم الزاوية؟ ايوه مادام في زاوية 90 احنا حافظين يبقى قائم الزاوية. يبقى نوع المثلث بالنسبة لزوايا ايه يا سنة رابعة؟ يا مس ده مثلث قائم الزاوية. طب بالنسبة لأضلاعه يا سنة رابعة؟ مثلث متساوي الساقين. ليه متساوي الساقين؟ عشان انت عندك زاويتين زي بعض يبقى لازم يكون عندك الضلعين زي بعض. يبقى يا مس الضلع ده قد الضلع ده لان الزاوية دي قد الزاوية دي، يبقى المثلث بتاعك متساوي الساقين. يبقى المثلث بتاعك ماله؟ متساوي الساقين يا سنة رابعة. يبقى ده مثلث ايه؟ متساوي الساقين. نذاكر الامتحان ده كويس وبعدين هنحله. هنلاقي النموذج الاول في المذكرة هنحله لوحدينا، وهنزل لكم الامتحان التاني ان شاء الله.